صباح الخير او مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا مروه يحيى، انا ميك اب ارتست وبروفيشنال يوتيوبر، والنهارده احنا هنعمل لوك لذيذ خفيف سريع كده. وحبيت ان انا استخدم براند واحد او اتنين براند بالكتير قوي، عشان البنات اللي بتتشتت في كميه البراندز الموجوده دلوقتي في الماركت. والنهارده انا هستخدم براند روبي روز وجوسي بيوتي. منتجات التو براندز دول انا جايباهم من شمس. لكم الاكونت بتاعها، هي متخصصه في التو براندز دولت، وكل البرودكتس اللي هتشوفوها حتى الفرش منها. استخدمت اول حاجه التونر من روبي روز، والتونر ده فاجئني جدا جدا لانه معتدل، ما حسسليش بشرتي ابدا ولا جففها زياده على اللزوم، فهو كان مناسب قوي قوي لنوع بشرتي. انا مختلطه مائله الى الجف حاليا. وهبتدي استخدم سيرم برنسس من جوسي بيوتي، والسيرم انا حسيت ان هو رطب بشرتي بشكل رهيب. حتى هعمل لكم بايدي كده اللي هو ملمسه كان دهني، حسيت ان هو غذى بشرتي، لان انا بشرتي زي ما بقول لكم جافه دلوقتي. اللي فاجئني ان هو بعد 3 دقائق 4 دقائق بكتير ما حسيتش باي احساس اويلي او دهني على بشرتي. واستخدمته كمان في الترطيب تحت العين. استخدمت الكريم من روبي روز، وزي ما انتم شايفين استنيت على السيرم شويه ووزعت 5 نقط من الكريم، وبرده ابتديت ادمج، وبرده حطيته تحت عيني. وبخطوه الكريم اكون فعلا كملت تغذيه وترطيب بشرتي جدا جدا. والكومبو السيرم مع الكريم ده كان خطير على البشره. بعد كده ابتديت استخدم الليب سكراب ده من روبي روز، في حبيبات صغننه كده تحس ان هو بيعمل اكسفولييتنج للشفايف. بعد كده قلت اجرب التنت فاجئني لانه لونه كان قوي جدا، بس قلت اسيبه شويه يعمل افكت. بعد كده رحت للبرايمرز. انا كنت محتاره ما بين التو برايمرز دول، جربت واحد على الخد ده وواحد على الخد ده، واللي اقدر اقول عليه انه عجبني اكتر هو الاسود اللي هو اسمه سكين بيرفكت برايمر فيشل. حسيت ان هو ناعم اكتر، ملى المسام، بس في النص حبيت ان انا اشيل التنت. واتفاجئنا كلنا زي ما انتم شايفين كده ما بتتشالش، يعني كانت الكواليتي بتاعتها رهيبه رهيبه. عملت ستين محترمه على شفايفي، حسيت انها عملت لي فوليوم، ولو ان هي ما عملتش اي فوليوم بس هي لونها كان مناسب قوي معايا. بعد كده استخدمت واكس الحواجب ده، برده ابهرني. خلي بالكم الواكس ده بيتاكتف بالميه، لازم ترشي عليه ميه. بعد كده تمشطي حواجبك، كان حلو جدا 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 وثبت لي حواجبي. ولما جيت لخطوه الفاونديشن لقيت عندي 2 فاونديشنز من روبي روز. قررت ان انا استخدم لكم واحد على نص الوجه ده وواحد على نص الوجه ده، ونعمل مقارنه مع بعض علشان نشوف انهي هيكسب او انهي هرتاح فيه اكتر. الاثنين دمجهم كان ناعم جدا، اللون بتاعهم كان ماتشنج جدا مع بشرتي، ما حسيتش باي طبقه منهم على الوجه، ولكن الفرق كان انستا جيرل التغطيه بتاعته اعلى من فاونديشن فيلز. وبرده اللي اتفاجئت بيه ان روبي روز عندهم لاين لانتاج الفرش. استخدمت الفرشه كابوكي دي لتوزيع الفاونديشن وكانت خطيره. وعدت على الوجه كله في فيلز بيوتي بلندر. وحان وقت الكونسيلر. استخدمت درجتين من جوسي بيوتي كونسيلر، هو فول كفرج لاين برنسس. الكونسيلر ده فاجئني على كل المستويات. استخدمت الدرجه الاولى الغامقه شويه عشان اداري اي هالات وهي رقم 11. بعد كده استخدمت الدرجه الفاتحه عشان انور وهي رقم 3. الكونسيلر ده خطير خطير، وعملش كريسز كتير تحت عينيا ولو ان انا عندي خطوط. عمل فول كفرج، حتى بقول لكم بصوا فلتر. لا الكونسيلر ده عجبني جدا 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 بصراحه. طبعا اتفاجئت بالبهدله اللي في الجاكيت من البيز لان هو كان لسه طري، واتضايقت قوي، كنت عايزه اعيط والله العظيم حياة ربنا، بس عديت عشان اكمل الفيديو. حان وقت تثبيت هذا الوجه الكريمي علشان البهدله اللي بتحصل في الجاكيت. فاستخدمت من روبي روز اللوز باودر، وهم عندي درجتين، الدرجه الشفافه والدرجه البنانا. طبعا انا استخدمت الدرجه الشفافه لان بنانا كانت هتبقى غامقه وهتودي البيز بتاعي اليالو اندرتون، وانا عايزه افضل على درجتي. ثبته كويس قوي تحت العين، وبعد كده باقي الوجه. بعد كده استخدمت من جوسي بيوتي جل الحواجب اللي فاجئني وابهرني بجد، خطير خطير خطير، كريمي جدا ولونج لاست وسهل في الرسم. هو رقم 2 على فكره، بيطلع معاكي بسهوله، بيندمج بسهوله، ما بيقطعش منك، ما بيقفش في الشعر ويبقى صعب انه يندمج، وفرشته كمان بتيجي معاه. فانا بجد ده كان نجم بالنسبه لي في الفيديو، عجبني قوي، متوفر منه درجات كتير. انا يعتبر مستخدمه اغمق درجه، ده انا بجد بنصحكم بيه جدا جدا. وطبعا كان لازم اثبت الجل، فاستخدمت اي براو اب باليت. استخدمت برضو درجه غامقه عشان اثبت الجل واكثف اي فراغات في المنطقه اللي فيها شعر. هل انتم تعلموا ان براند جوسي بيوتي هي براند سوريه عربيه، ميد ان سوريا، فخر الصناعه العربيه؟ انا بجد اتبسطت جدا جدا ان احنا في الوطن العربي قدرنا نوصل لكواليتي حلوه زي كده تنافس الانترناشنال براندز. وانا بصراحه من ساعه المقاطعه وانا بدعم اي براند عربيه او اي براند تكون دعمت، وبجرب كتير وفي حاجات كتير بتعجبني، وبحاول ان انا اعمل لكم وعي عليها واعمل لكم فيديوز بيها او اطلع في الستوري اتكلم عنها عشان اشجعكم انتوا كمان على المقاطعه، وفي نفس الوقت اديكم بدايل للبراندز اللي احنا متعودين عليها. وانا مبسوطه قوي بالستاب اللي انا خدتها في الفيديو ده، واتمنى اكون فعلا شجعتكم ووريتكم جمال براند جوسي بيوتي. وطبعا انا انهارت لتاني مره على الجاكيت، ولكن استمريت في الفيديو برضه. واشكر شمس بجد انها عرفتني على براند حلو زي كده، وانا دوري ان انا اعرفكم كمان على البراند دي. ابتدي معاكم بقى في العين، وماجيك كول باليت دي من روبي روز ابهرتني. خدت اللون الاول النود علشان ادفي الكريس بتاعي، ولقيت البيجمنتيشن بتطلع بمنتهى السهوله، الدمج بتاعها رائع ما بتقطعش، وده من اهم الحاجات اللي لازم تكون في الاي شادو. وبعد كده خدت اللون البني، ابتديت اركزه على الاوتر في بتاعه العين وسحبته لبره
بره شويه ونزلت بيه كمان تحت العين علشان اسحب العين فوكسي ايز بس بنعومه. لوك النهارده بناء على طلبكم على فكره هو برايدل هادي شويه في فتحه عين ناعمه، عشان انا احب ان انا اقدم لكم كل انواع الميك اب. برايدل تلاقي، سيمبل تلاقي، ارتستيك تلاقي، تقيل تلاقي. بعد كده ابتديت اخد اللون الفانيليا شامبين ده، بجد والله العظيم هو عمل بوم في عينيا، انتوا مش فاهمين. بصوا انبساطي عامل ازاي اصلا، كان رهيب ومنور عينيا. وخدت اللون الامبر شويه ده ودمجت ما بين الفانيليا وما بين اللون البني. بعد كده بقى رحت للكحال، وهنا بقى ده التست الحقيقي لاي براند. ليه؟ لان الكحال بتسبب لي حساسيه من معظم البراندز، وبصراحه هو ما حسسش عينيا خالص، البيجمنتيشن بتاعته قويه وناعم جدا. خدت القلم الاسود لحد نص العين الامامي، وخدت القلم الابيض من النص للنهايه. وبعد كده بقى تعالوا نشوف جمال الليكويد جلاترز بديله ايربن ديكي. خدت رقم 1 وحطيته في الكورنر الداخليه للعين ونور لي عينيا كاني عروسه. مش عايزه اقول لكم على ثبات الكحال والليكويد جلاتر ابهروني. وبعد كده قعدت اعمل حادي بادي في الماسكرا بلعب شويه، وكده اكون خلصت العين الاولى ورحت عملت العين الثانيه اوف كاميرا. ولما رجعت كنت حطيت الرموش، وبصراحه كان اللوك ابتدى يوضح واعجبت بنفسي وقعدت اعمل حركات الفاينل لوك. ولكن حبيت كمان ان انا اجرب لكم ماسكرا ثانيه اللي هي باريس هيلتون من جوسي بيوتي وعجبتني اكتر. استخدمت الكومباكت باودر اسمها بيبي دول من جوسي بيوتي، يا جماعه الكفرج بتاعتها ما بتهزرش، سحبتني عيني سحبه روعه. تعالوا بقى نتكلم على الباليت بتاعه الكونتور والبلاش ده، ما هذا الجمال. انا خدت لون الكونتور لقيته نحف وجهي وسحبهولي ودرجته is a perfect match مع السكين تون بتاعه. استخدمت كمان ميرميد هايلايتر من جوسي بيوتي، وكانت المفاجاه الهايلايتر ده رهيب روعه، وما بيبينش ابدا ان هو فيك، ما بيبينش عيوب البشره، ودي حاله نادره جدا جدا من الهايلايترز. حطيته في اماكن الاناره في وجهي وبوم وشي بقى فلتر. استخدمت الليبلاينر من جوسي بيوتي رقم 703. الرهاب يا جماعه الليبلاينرز من جوسي بيوتي طري قوي قوي وبيطلع بيجمنتيشن على طول على الشفايف، سهل الرسم وحبيته وبحبه جدا. واستخدمت كمان درجه مختلفه معاكم الفيديو اللي فات، وده صوره لوك الفيديو اللي فات، لو عجبك وعايزه تتفرجي عليه دوسي على اللينك اللي هيظهر فوق على اليمين دلوقتي. واستخدمت ليبستيك من روبي روز رقم 293 ودرجته بنوتي خالص، ودى اللوك في حته تانية. شايفين انسجامي عامل ازاي؟ عماله اعمل لكم حركات الفاينل لوك وانا اصلا نسيت البلاشر. من جمال اللوك ومن جمال الوجه والله كنت فلتر، ومن جمال الميك اب ومن جمال البرودكتس نسيت احط بلاش واندمجت. بس افتكرت فرجعت استخدمت البلاش الوهمي الخطير ده من روبي روز اسمه بلاش كومباكتو، وخلاني باربي في ثانية. وكده نكون خلصنا اللوك، يا رب يكون عجبكم، يكون على مزاجكم. وطبعا انا هلست او هكتب لكم كل البرودكتس اللي استخدمتها بالدرجات بالعربي بالانجليش تحت في صندوق الوصف. وطبعا هنا والله بحاول اداري على الفاونديشن ستينز اللي اليمين وشمال الجاكيت، ولكن مش عارفة اعملها ازاي، مش عارفة اروح منها فين. فيلا، على فكرة أنا عملتها بالوايبس كذا مرة والميك اب ريموفر كذا مرة، بس الموضوع راح للأسوأ بصراحة، فقررت بقى أسيبها. يلا انتم مش غيروا، وأحط لكم لينك البيج اللي أنا جايبة منه كل المنتجات دي وهي شمس في الديسكريبشن بوكس. وأتمنى تكونوا استمتعتوا باللوك، وأسيبكم على الفاينل لوك. باي باي.